مساء الخير. الفيديو بتاع النهارده ما هوش شعر ولا تأليف. الفيديو ده بعنوان حدث بالفعل معايا. حبيت اعرض الفيديو ده عشان يكون توعية لكل حد معاه محفظة فودافون كاش او اورنج او اتصالات كاش او معاه فيزا بنكية ايا كان نوعها. اللي حصل بالتحديد يوم الثلاث اللي فات، يوم 5/3 بالتحديد، اتصلت بخدمة عملاء اتصالات كاش عشان كان عندي مشكلة في المحفظة، وقالوا لي ان هيقدموا لي شكوى. بعديها بساعة بالظبط حد اتصل بيا وادعى ان هو من خدمة عملاء اتصالات كاش، وقال لي المحفظة بتاعتك فيها مشكلة ومحتاجة لتحديث. فقلت له طب اعمل ايه؟ قال لي انت جات لك رسالة من 5 ايام واهملتها، فلازم تغير الباسورد بتاع المحفظة. فاداني، قال لي على كذا خطوة عملتها وخلاني غيرت الباسورد، واداني باسورد جديد غير الباسورد بتاع المحفظة بتاعتي، وعرف انا معايا كام على المحفظة بتاعتي. وبعد كده قال لي شوف الرصيد عندك كام. لقيت الرصيد اللي معايا على محفظة اتصالات كاش مفيش خالص، فاضل لي منه حوالي 3 جنيه او 4 جنيه. كل الرصيد اللي كان معايا على اتصالات كاش اتسحب. فقلت له ده مفيش رصيد. قال لي بعد التحديث ما ينزل هينزل لك الفلوس ومعاه عليهم كاش باك. ده انت ليك كاش باك مبلغ كبير، انت معاك محافظ ثانيه؟ فقلت له ايوه انا معايا اورنج ومعايا فودافون، بس انت اتصالات كاش ايه علاقتك بيهم؟ قال لي اي فلوس بتحولها على محفظه اتصالات كاش بيجي لك عليها كاش باك كتير. انت معاك كام على فودافون؟ قلت له معايا كذا. قال لي ده انت هينزل لك عليهم كذا، وكان مبلغ كبير. ومعاك على اورنج كام؟ قلت له معايا كذا. قال لي ده هينزل لك عليهم مبلغ كبير. فخلاني حولت المبالغ اللي على محفظة اورنج كاش بتاعتي واتصالات كاش بتاعتي على محفظة اتصالات كاش بتاعتي، وعمال يقول لي انت بتحول على محفظتك، هو انت بتحولهم لحد تاني؟ محدش هياخد حاجة منك، انا مش هاخدهم. فحولت الفلوس على اورنج وعلى فودافون على محفظة اتصالات كاش بتاعتي، وانا قلت مش هيعرف ياخد حاجة. اتاري الباسورد اللي هو اداهولي اداله امكانية ان هو يسحب كل الفلوس اللي موجودة على خط اتصالات كاش بتاعتي، وخلى المحافظ بتاعتي كلها فاضية. وقال لي في كام في المحفظة؟ قلت له مفيش حاجة خالص. قال لي اول التنزيل التحديث ما يحصل هينزل لك الفلوس كلها وبرجعها تاني على الخطوط اللي انت عايزها، وهينزل لك الكاش باك بتاعك كله. طب انت معاك محفظة بنكية؟ قلت له اه معايا، وما مش هديك اي ارقام ولا بيانات عنها. فقعد يضغط عليا، قال لي عشان احول لك الفلوس عليها، عشان التحديث بياخد وقت طويل، وهحول لك الفلوس وبعد كده بسحبهم وارجعهم على المحافظ تاني. من هنا لهنا اديته بيانات المحفظة اللي زي دي كده اهو، خد ال 16 رقم اللي فوق، وخد التاريخ اللي تحتيها تاريخ الانتهاء، وضغط عليا لحد ما خد الرقم اللي في ظهر المحفظة من ورا، وده رقم سري مش مفروض اي حد ياخده خالص. المهم خده مني، وبعد شويه لقيت حد من وبدا يبعت لي رسائل على الاكونت بتاع البنك. فالرساله اللي بتيجي من على الاكونت بتاع البنك فيها رقم سري مكتوب باللون الازرق مكون من 5 ارقام، ومكتوب عليه عدم الافصاح بهذا الرقم لاي حد. فهو بقى يضغط عليا عشان ياخد الرقم ده عشان يحول لي الفلوس بتاعتي. اتاريه هو كان بياخد الرقم ده وبيسحب فلوس من الفيزا بتاعتي. وفي نفس اللحظة اتصل بيا حد من خدمة عملاء البنك وقال لي ده اتسحب من رصيدك مبلغ كبير كذا. فقلت له انا ما قمتش بأي عملية سحب، ده انا معايا حد على التليفون التاني من خدمة اتصالات كاش. قال لي اللي معاك ده يعتبر نصاب، انا هقفل لك المحفظة دلوقتي عشان ما يعرفش يسحب حاجة تاني. وفعلا المحفظة اتقفلت، والاخ التاني بتاع اتصالات كاش ده ما عرفش يسحب حاجة تاني. بس بقى عمال يبعت لي رسائل تانية من خلال البنك بكل المبالغ اللي موجوده معايا في الفيزا، وحاول يسحبها لكن ما عرفش يسحب حاجه تاني. بس سحب مبلغ كبير جدا من الفيزا، وسحب كل الفلوس اللي معايا على المحافظ. وبدا يقول لي ما تردش عليه، ما تردش على المكالمه بتاعه البنك، دي مكالمه خدمه تقييم عملاء، ما تردش عليه. ولما عرف ان الفيزا اتقفلت كان عايزني اروح اي مكنه ATM انشط الفيزا او اتصل بيهم ينشطوا الفيزا او يفتحوها مره تانية علشان هو يحاول يسحب بقيه الفلوس الموجوده، وده طبعا ما حصلش. حاولت اخليه يحول الفلوس اللي هو سحبها على اي محفظه تاني، ما مرضيش، والخط اتقفل وسحب كل الفلوس اللي معايا. انا حبيت اسجل الفيديو ده عشان يكون نصيحه لاي حد معاه محفظه
اورنج او فودافون او اتصالات ما يديش اي بيانات او اي معلومات بالتليفون لاي حد. اي حد يقول لك كده روح الفرع نفسه واسال على اي تحديث او اي مشكله تقابلك، روح الفرع شخصيا. واي حد يقول لك الفيزا فيها اي مشكله ما تديش اي معلومات لا عن ال 16 رقم ولا الرقم اللي تحتيه ولا الرقم اللي في ظهر الفيزا. روح البنك مباشره وتعامل مع البنك مباشره، ما تتعاملش مع اي حد بالتليفون. انا سجلت الفيديو ده علشان يكون توعيه لاي حد. اللهم اني بلغت. سلام.